تخيل معايا كده تصحى في 2025 تلاقي ان الصين بقت المتحكم الرئيسي في كل حاجه في حياتك، من اول بقى عربيتك اللي بتروح بيها الشغل للكهرباء اللي بتشغل بيتك، وكمان القطر اللي هتسافر بيه بين المحافظات بسرعه البرق. ومش بس كده، ده كمان احب اقول لك ان الصين بنت اول مفاعل نووي من الجيل الرابع، حاجه كده امريكا بذات نفسها ما عملتهاش. وده حرفيا اللي راعب امريكا، الصين بدات تهيمن على كل حاجه وبسرعه مرعبه، والفرق اللي كان كبير زمان بين البلدين بيقل كل يوم عن التاني. حتى الطاقة الشمسية الصين سيطرت على 80% من صناعتها، وبنت سكك حديد أطول من أي سكك حديد في العالم كله. الوضع صعب مش كده؟ طب تخيل بقى لو ترامب رجع تاني في 2025. أول حاجة هيعملها ترامب هو إنه هيصطدم بالصين ويرفع التعريفة الجمركية عليها، ودي الحاجة اللي هتفتح أبواب الحرب الاقتصادية مرة تانية بين البلدين، وهيجي ترامب بقى يصب البنزين على النار. طيب الحرب دي لو بدأت مين هيكسب؟ وهل الصين هتقدر تنافس هيمنة أمريكا على العالم؟ وإحنا بقى مصلحتنا مع مين فيهم؟ أنا محمد البحراوي، وتعال نشوف الرابط. خلال السنين الأخيرة الصين تطورها الاقتصادي بقى بيسمح لها إنها تخش راس براس كده مع أمريكا في حاجات هي أصلا ما كانتش تحلم بيها. وعشان تفهم خطورة الوضع ده على أمريكا تعالى كده أسمعك شوية تصريحات قالها مسؤولين أمريكيين، وأنت بقى هتفهم بنفسك الوضع عامل إزاي. عندك يا سيدي صحيفة واشنطن بوست نشر تصريح لرئيس الاستخبارات الأمريكية جون راتلكيف، واللي بيقول فيه إن الصين دي هي أكبر تهديد قومي على أمريكا. الصينيين خلاص احتلوا مكان روسيا، وقريب قوي هيحطوا راسهم براسنا عالميا. ما ينفعش نقعد ساكتين، ولازم نستعد للوحش اللي بيكبر وعايز يخلص علينا. ده كمان صحيفة الاندبندنت نشرت تصريح خطير جدا للجنرال جون هايتن، واللي كان قائد التسليح النووي الأمريكي، وكان في فترة مسؤول عن العمليات الجوية الأمريكية. الراجل ده بقى جه وقال لك إيه؟ أي نعم الصين دلوقتي مش تهديد نووي قوي علينا زي روسيا، لكنها على الرغم من كده أقوى من أي تهديد روسيا ممكن تشكله علينا في المستقبل. طيب هو بيقول كده ليه؟ قال لك علشان عندها قوة اقتصادية بتزيد بشكل مرعب حرفيا، وهياكلنا قريب قوي. وكمل تحذيره وقال إن لو أمريكا كملت كده وسابت الصين براحتها، الصين هتعدي روسيا وأمريكا في وقت قصير قوي، وهتكسر الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي. كل اللي فات ده بيقول لك ان امريكا بقت خلاص مرعوبه من سرعه الصين وخايفه انها تحصلها. وعشان كده تعال احكي لكم عن الخطه اللي زودت قلق امريكا اكتر، خطه صنع في الصين 2025. في مايو 2015 اعلن لي كيتشيانج رئيس مجلس الدوله الصيني وقتها عن خطه قلبت الدنيا حرفيا. الخطه دي بقى اسمها ايه؟ اسمها صنع في الصين 2025. طيب يا عم الخطه دي هتعمل ايه للصين؟ يعني هيخليها تخوف امريكا. اقول لك يا سيدي ان مركز الدراسات الاستراتيجيه والدوليه بتقول ان الصين عايزه تقلل اعتمادها على التكنولوجيا الاجنبيه، وهدف الخطه الاساسي هو انه في 2025 يزيد المكون المحلي الصنع للصناعات الاساسيه بنسبه 70%. الخطه دي المفروض انها تزود كفاءه الصين في صناعات التكنولوجيا الفائقه، وهتنقل منتجات الصين لقمه سلسله القيمه. يعني من الاخر كده هتبطل تكون منتجات متوسطه الجوده، وهتبقى افضل منتجات متاحه في السوق. طبعا مش عايز اقول لك ان الخطه دي لو اتنفذت صح هتساعد الصين في انها تفلت من فخ الدخل المتوسط اللي بتشتكي منه كل الدول الناميه. طيب تمام، ما الصين زي الفل هي وبتشتغل على نفسها، ده بقى بيضايق امريكا في ايه اصلا؟ امريكا واللي هي حاليا مهيمنه على قطاع التكنولوجيا اول ما سمعت الخطه دي قالت لك امسك حرامي، الصين بتسرق مجهوداتي العلميه والابتكارات بتاعتي وبتبني عليها عشان تسيطر على قطاع التكنولوجيا وتطلعني بره اللعبه. وبالتالي فامريكا هنا مشكلتها مع الصين هي قضيه سرقه للملكيه الفكريه. طبعا الصين نفت الكلام ده في اكتر من مره، وقالت ان امريكا بتتلكك وخطتها ما فيهاش اي مشكله، وانها ماشيه على قواعد منظمه التجاره العالميه وبتاع. لكن امريكا وحلفائها في اوروبا الكلام ده ما دخلش ذمتهم بتعريفها، واعتبروا الخطه دي بتشكل تهديد تنافسي للصناعات الاوروبيه والامريكيه. طبعا الكلام ده كله خلى واحد زي ترامب يستغل الفرصه ويشن حرب تجاريه على الصين. طيب عايز تعرف عمل ايه؟ خد يا سيدي عندك فرض رسوم جمركيه على مجموعه من الواردات الصينيه،
وشدد على قواعد بيع شركات التكنولوجيا الأمريكية لمستثمرين صينيين أو مستثمرين أجانب أو حتى أمريكيين بتربطهم أي علاقة بالصين. لكن الأدهى بقى إن دي الحاجة اللي ترامب بيحلف إنه هيكررها ويزودها تاني، وده بمجرد ما يمسك الحكم مرة تانية. بس المرة دي بقى مش زي اللي قبلها، أضرارها هتكون كارثية جدا. طيب هي إيه التعريفات الجمركية دي أساسا؟ بص يا سيدي، التعريفات الجمركية أو الجمارك هي الضرائب اللي بتدفع على أي سلعة مستوردة. يعني الجمارك دي عبارة عن مصدر كبير للدخل عند أي حكومة، لكن في حكومات بتستخدمها لأغراض تانية، زي مثلا حماية صناعات معينة من المنافسة الأجنبية. وده طبعا اللي خلى ترامب في 2019 يفرض جمارك على البضاعة اللي جاية من الصين، وقدر يدخل لأمريكا حوالي 79 مليار دولار. الجمارك دي كانت على الغسالات والثلاجات والعربيات والهدوم وكمان الأساس، ووصلت نسبتها ل 25% تقريبا. ولو بصيت على الجراف ده هتلاحظ كمية الفلوس اللي دخلت في 2019 مقارنة بالسنين اللي قبلها. طيب هتقول لي ما التعريفات الجمركية دي حلوة هي وبتدخل فلوس للاقتصاد الأمريكي، ايه المشكلة بقى؟ هقول لك لانه ببساطة الشركات الصينية مش هتخسر اي حاجة، التعريفة اللي هتزيد عليهم هيزودها على المستهلك الامريكي. يعني من الاخر كده كله على الزبون. يعني اللي هيدفع ثمن التعريفات الجمركية دي في الاخر هو المواطن الامريكي مش الشركات الصينية. وده بالاضافة لخطورة ان الدولة الصينية هتفرض جمارك انتقامية على السلع الامريكية في الصين، وده بالظبط حرفيا اللي عملته الصين في 2019. وبكده الشركات الامريكيه هتخسر سوق حيوي وطالع بسرعه الصاروخ زي السوق الصيني. طيب هل ده هيأثر علينا في مصر او الوطن العربي ككل؟ ممكن جدا، ليه لا؟ حرب التعريفات الجمركيه دي هتأثر على غلاء الاسعار عندنا في مصر بشكل مباشر، لان التعريفات دي هتزود كل المنتجات اللي جواها مواد خام صينيه في امريكا، وبالتالي سعرها هيزيد بشكل مباشر عليك كمستورد. نفس الكلام بالنسبه للصين لو فرضت ضرائب انتقاميه على البضائع الامريكيه. بضائع الصين برضو تكلفتها هتزيد، وبالتالي هتغلى علينا هنا في مصر. من الاخر كده اي حاجه تستوردها من بره مفروض عليها تعريفه جمركيه، وحضرتك اللي هتشيلها في الحرب الجمركيه اللي هتدور بين الصين وامريكا دي، يعني هتطولك انت كمان. وطبعا ده في حاله قررت تشتري بضاعه امريكيه مستورده من بره. فهل هيجي اليوم ونشوف فيه البضائع الصينيه هي افضل بضائع في العالم والبضائع الامريكيه هي اللي مرميه على الرصيف؟ اكتبوا لنا رايكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك، وطبعا كالعاده شيروا الرابط.